اخلاق يهوديه على حق. اللي قدامك في الصوره دول جنود للاحتلال الاسرائيلي بيولعوا في العلم الامريكي بايديهم وباسلحه امريكا نفسها، وده الرد اللي بيرد حكومه نتنياهو على امريكا بعد عشرات السنين من الدعم المالي والعسكري اللي ملوش حدود ولا نهايه من جيوب الشعب الامريكي اللي دلوقتي بيتولع في العلم بتاعهم من اكتر حد بيدعموه. المشهد اللي بتشوفه ده تطبيق ميداني حرف لتصريحات بنيامين نتنياهو الاخيره اللي اعلن فيها تمهيده للتمرد الكامل، وقالها بالنص كده: لا يوجد رئيس او قوه في العالم تستطيع ان تمنع اسرائيل، واذا اجبرنا ان نقف بمفردنا فسنقف ونقاتل. وطبعا جنود الاحتلال اللي مشحونين باختباط النتن وبنافير بقوا شايفين ان اداره ترامب الحاليه خصما او عائقا امام مشاريعهم التوسعيه التدميريه وقتلهم في الناس الابرياء اللي هم مصممين يكملوها حتى الان. وده حصل بس بمجرد ما اشارت امريكا بورقه التهدئه وضبط شحنات السلاح وضبط الدعم لاسرائيل، وكان الرد باحراق علم الحليف الاكبر والاوحد لهم في العالم من قديم الازل، من يوم ما بقت اسرائيل اصلا. وطبعا الصوره ما مرتش على الشارع الامريكي مرور الكرام لما الناس شافت سلاح امريكي في ايد جندي اسرائيلي بيحرق علم امريكا اللي بتسلحه وبتاكله وبتشربه وبتشخخه. اتولد جواهم تساؤلات كتير جدا في الغرب، واهمهم: لحد امتى هتفضل امريكا تحمي وتدعم وتمول وكيل وقح وبجح بالطريقه دي وما بيحترمش قوانينها وبيتمرد عليها وبيهين سيادتها، لما بس امريكا قالت كفايه حرب وبدات تراجع حساباتها؟ وده مش اول عصيان علني لترامب وحكومته ولا اول تمرد يعملوه نتن وحكومته.